السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة. نشكركم على المتابعة والدعم القوي لهذه القناة. بإذن الله عملوا أبوني وديروا اشتراك ليصلكم كل جديد. أخبار اليوم راح نتكلموا على الفريق الوطني. المدرب وحديث الساعة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، وكل التأويلات والأقاويل تقول بأن المدرب كارلوس كيروش راح يكون على رأس العارضة للفريق الوطني حسب كل من الصحافة الوطنية وكل من المواقع الاجتماعية. الخبر متداول على أنه هو المدرب اللي راح يكون بنسبة 100% بالنسبة للعارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري. المدرب كيروش هو من مواليد 1953، مدرب برتغالي الجنسية، ويعني درب العديد من الأندية والمنتخبات الوطنية مثل البرتغال وسبورتينغ لشبونة، وأيضا مانشستر يونايتد كمساعد مع فرغسون وريال مدريد، والعديد من الفرق ككولومبيا، إيران، مصر، إيران، والمرحلة الأخيرة كان في المنتخب القطري. وهذه أبرز الإنجازات اللي حققها في مسيرته الرياضية. وجبناكم أخبار حسب الصحافة العالمية اللي تقول بأنه كيروش لا يناسب فريق المنتخب الوطني، ويعتبر من المدربين أكثر تعادل في المباريات، وليس هو المدرب الأنسب بالنسبة للفريق الوطني الجزائري، وخاصة يعني محللين وصحفيين المصريين اللي نوهوا بأنه هذا المدرب لا يصلح. وهذا يعني بعد يعني المرحلة اللي كان في منتخب الوطني المصري، قال بأنه منتخب المصري كان في أسوأ حالته حينما كان كيروش مدربا لمصر. وهذا الأشياء اللي راهي يعني تحيرنا نحن كجزائريين، هل هذا المدرب قادر على قيادة القاطرة وأخذ هذا الفريق الوطني إلى بر الأمان؟ هذا وش راح نشوفه بإذن الله. هل يستطيع كيروش على تحقيق النتائج المرجوة؟ ورغم ذلك المدرب جمال بلماضي مازال متمسك بقراراته ويحب يواصل في المنتخب الوطني، ولكن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لديها رأي خاص وتود أن تفك هذا الارتباط، وذلك رجع لعدد من الإخفاقات الثلاث بكأس إفريقيا وتصفيات كأس العالم الأخيرة اللي راح تنام مقابلة في ملعب تشاكر ضد الفريق الكاميروني. ولهذا الأحداث ما زالت لم تتأكد بنسبة 100%. وفي الأخير نشكركم على المتابعة، إن شاء الله أخبار قادمة جديدة بإذن الله، وشكرا.